هنقول مداح رئيس الملائكة، وبعد كده نخش في موضوعنا على طول. السلام لك يا ميخائيل رئيس جند السماوات، ملاك السلام والتهليل خادم رب القوات. ألبسك حلة وإكليل شرفك بأعلى الدرجات، ويسمك ميخائيل تفسير عظيم القوات. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. مبدئيا أهلا بكل الموجودين. هنتكلم عن الوقت. كل واحد فينا بيحتاج الوقت، وساعات كتير جدا الوقت بيزهق. يعني احنا بيبقى محتاجين وقت على وقتنا، وفي نفس الوقت بنضيعه وليس له قيمة. وفي بعض الأحيان الوقت اللي ذو قيمة بنضيعه في حاجة مش في مكانها. أقول لكم معجزة أثرت فيا جدا من أبونا مينا عبود شهيد العريش، وفرق معايا قوي موضوع الوقت دوت، وفرق معايا إن آخد بالي. مرة كان في الخادم ده يحب يخدم ماشي، بس كان عنده مشكلة. كان يدي الأولوية لنفسه في كل حاجة. بمعنى لو في حاجة خاصة بيه جات في وقت خدمته، لا يسيب الخدمة. دايما كان يبدي نفسه في كل حاجة، في كل وقت، في كل موقف، عن خدمة ربنا أو وقت ربنا. جه في وقت أب اعترافه قال له إيه، بص يا فلان، أنت لازم تخش الكليريكية عشان تتهذب. يعني مش لازم تخش كليريكية عشان تبقى كاهن ولا علشان تاخد على شهادة عالية، لا 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 خالص. احنا بنطلب منك تخش كليريكية علشان تتهذب. يقول له حاضر. قدم بفئة كليريكية، وكل مرة يجي يروح الكليريكية يطلع عنده بقى ايه، مشوار يجيب قميص، مشوار مش عارف يروح يدفع ايه، اللي هو الحاجات اللي ممكن حد يأجلها. لا، هو يحب يخدم لو هو فاضي. وحصل له مشكلة كبيرة جدا. بدأ يسمع فيديوهات إلهنا القوي، وبعد كده اتشفع بابونا مينا. وجه في ليلة هو بيخاف على نفسه، فبينام مثلا الساعة 12 بالظبط، ما يسهرش على 12 إلا إذا كان في يعني حاجة واو. جات فيديوهات أبونا مينا، فيديو ورا التاني ورا التالت، حس إن هو محتاج يسمع، محتاج يفهم، محتاج معونة. حس بده جامد جدا، فقرر إنه يسمع. فات فيديو واتنين وتلاتة لحد جات الساعة 2 بالليل. 2 بالليل بالنسبة له ده كده يعني إيه، أثار صراخ نص الليل هو العريق الأكبر. كان صعب خالص. وبدأ لأول مرة يفضل كلمة ربنا عن راحته. يعني أول مرة يحسها إنه لازم يفضل حاجة ربنا عن حاجته الشخصية. فضل بقى يسمع 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 لحد الساعة 2 بالليل. وفي الآخر كان قدامه صورة أبو نمينة صغيرة. قال له إيه، بص يا أبو نمين، دلوقتي أنا فضلتك عن نفسي. قال يعني هو عامل حاجة جامدة يعني. فمن فضلك يا أبو نمينة خش معايا في المشكلة. في نفس الليلة أبونا مينا عبود جاله وقال له كلمة غريبة جدا. قال له ربنا هيسمح التجربة دي تطول. فبيقول لأبونا مينا ليه؟ ليه يا أبونا مينا التجربة دي تطول؟ قال له اطمن هتتحل. قال له بس ليه تطول؟ قال له عشان انت دايما معطل حاجة ربنا كتير. الولد يعني قلق كده. المهم كلمنا في إلهنا القوي، الكلام ده من فترة طويلة. قال لي يا أستاذ هاني، واحد اتنين تلاتة، والمشكلة دي خاصة بشغلي، ولو فضلت أنا بالوضع دوت أنا هتعب نفسيا وجسمانيا وماديا. هو اتنقل من مكان لمكان، والمكان اللي هو راحه دوت هيكلفه كتير عشان يروح. طبعا الشغل ملوش دعوة، بجانب المرتب او في حوافز مش هياخدها، بجانب الناس لانها غريبه، بجانب ان هو وضعه الاولاني كان احسن. قلت له بص، ابونا مين قال لك ايه؟ قال لي مشكلتي هتطول عشان انا مأخر حاجه ربنا. قلت له طب ما تيجي نقلب الايه. قال لي نعمل ايه يعني؟ قلت له ايه رايك لو احنا عملنا حاجه ربنا عن حاجتنا؟ قال لي هتفرق ايه؟ قلت له جرب تتعلمها. قال لي بس قلت له بص، هتقول بس كلام ابونا يمشي. قال له ما كده كده هيمشي. قلت له اسمع كلامي، ربنا ساعات بيغير الخطة لما يلاقينا احنا كمان اتغيرنا. ربنا ساعات بيغير الخطة لو احنا اتغيرنا. اهل نينوى في اكتر منهم. ده ربنا قال ليونان قول لهم المدينة هتتحرق. هتتحرق يعني هو كلمة وامر وصدرت. ربنا قال ليونان قول لهم. يونان هرب. ما انت كده كده هتحرقها يا رب، انا هروح اقول للناس ايه؟ وهرب يونان. وفي نفس الوقت لما قال لهم وربنا ما عملش كده زعل. فهو عمل زي يونان كده. فقلت له بص يا حبيبي، انا بقول لك ابونا مينا جدع. قال لي انت كل فيديوهاتك بتقول ابونا مينا جدع جدع جدع. طيب ماشي، يعني هو هيسيبني؟ طب هو جه قال لي ليه؟ كان ما يجيش يقول لي احسن. قلت له ندرب من دلوقتي، نبدي وقت ربنا احسن.
جرب كده. قلت له انت في الكليريكيه؟ قال لي لحد دلوقتي اه. قلت له لازم تواظب عليها وتحافظ على وقتها. قال لي اه بس دوت هضطر ان انا اطلع من بره على الشغل، مش هستريح. قلت له مش هستريح. قال لي ده هيخليني اعمل مش عارف ايه على حساب وقت وعلى حساب جهد. قلت له اعمل. المهم، كان دي مشكلته، انه بيخاف على نفسه بزياده، ان حط الاولويه لنفسه بزياده. اول اسبوع، تاني اسبوع، تالت اسبوع كلمني قال لي بص بقى، المشكله ما اتحلتش، وانا بديت ربنا بزياده، ده حتى العشور زودتها بزياده. قلت له كويس، حلو خالص. قال لي حلو ايه؟ مش حاجه حصلت. قلت له حبيبي، مش الصفقه ان نعمل حاجه وهم يعملوا حاجه، مش دي الصفقه. قال لي امال ايه؟ قلت له الصفقه ان احنا نعمل علشان احنا حالنا يتصلح تاني. احنا نعمل عشان حالنا يتصلح. المهم كلامي ما عجبوش. قلت له عشان خاطر استمر. وانا كنت بصلي له جامد قوي ان هو ربنا يعني يخلي حاله يتعدل. هو الانسان ما كانش وحش، بس كان خطيته الكبيره ان ربنا ما كانش في المرتبه الاولى. فمن احب احد اكثر مني فلا يستحقني. جه بعد كده، بعديها باسبوعين ثلاثه كده، راح مكلمني يقول لي ايه، وكلمه ضحكتني. قال لي اسمع بقى، ربنا يسامحك. هو كان شاب يمكن اصغر مني بحاجات صغيره. بقول له ليه يا حبيبي ربنا يسامحني ليه؟ ايه اللي حصل؟ قال لي انا خدت على كده. هو قال لي خدت على كده، وانا انفجرت في الضحك. قلت له طب ما ديك شيء كويس، ده شيء جميل. قال لي مش جميل، انا خدت على كده، خدت إن لازم احط كليريكيه، خدت إن لازم اعمل كده كده. هو ده اللي كنت اقصده، حالنا يتصلح بالطريقه دي. الحاجات اللي احنا مش واخدين عليها ناخد عليها، الحاجات اللي احنا مقصرين فيها نبتدي نصلحها ونعمل كويس، فالكويس ده هو اللي يستمر معانا. قلت له طب اسالك سؤال، انت لما رحت كليريكيه وظبطت عليها، تقدر تقول لي ايه الاستفاده اللي انت استفدتها؟ قال لي من ناحيه استفدت، فانا استفدت اكتر حاجه عجبتني الالحان، المعلم ابراهيم عياد، وتاريخ الكنيسه. وقال لي المحاضرات بتاع البابا اللي كانت في الكتب. قلت له طب كويس، ايه تاني؟ قال لي شويه حسيت، هو ما كانش مرتبط، قال لي شويه حسيت اني موجود كده في حته ايه، جنب ناس حلوه. قلت له طب كويس، هنفرح بيك. انا خبطتها الكلمه كده. قال لي ما اعرفش. قلت له يعني ايه؟ قال لي في ناس حلوه كتير. شوفوا الانسان اللي يمشي في السكه ربنا يوقع في طريقه حاجات حلوه تاني. الانسان اللي يمشي في السكه ربنا يوقع في طريقه حاجات حلوه، شخصيات جميله. ده بعض الاحيان ربنا يوقع في حياتنا شخصيات كنا نتمناها في حياتنا وتيجي. وده بيحصل بالفعل مع ناس كتير قوي على فكره. الولد في الاخر ساب مشكلته، وساب الانا اللي هو كان حاططها في الاول، وساب مصلحته، وبدأ يركز جدا 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 في حاجة ربنا. مع الوقت يسهر شوية في التسبيحة، مع الوقت يتعب شوية مع أخوة الرب، مع الوقت لحد ما بقى حياته في 6 شهور اللي بعديها كلها خدمة لربنا. جه في ليلة بعديها ب7 8 شهور. كل ده كان في كلام بينا، بس جه كان يوم سبت. أنا في العادي ما بردش على حد يوم السبت خالص غير بعد تمجيد أبو نمير. يعني هو ابو نمينة عايزني اعمل كده بالفعل. في الوقت دوت ابقى بصلي واحضر واعمل، وبعد كده هكلم اللي انا عايزه بعدين. قاعد يرن 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 يرن، وانا مش عايز ارد، واصلا ما عنديش وقت ارد، ما عنديش وقت، وقتي ضيق جدا. المهم قاعد يرن يرن، انا قلت بس في مشكله ومصيبه. قلت له ايوه يا فلان، ممكن نتكلم بعدين؟ قال لي هي كلمه واحده. قلت له قول. قال لي ابو نمينة حلها. انا ما اهتمتش، رحت قافل. بعد التمجيد لقيته بقى بيرن. قلت له انا ابو نمينة حل ايه يا حبيبي؟ قال لي بص، مشكله الشغل بتاعتي اتحلت، واكتشفت ان في الوقت اللي انا كنت بعيد فيه، في الحته اللي كنت فيها حصل مشكله كبيره جدا، واتنين متحولين تحقيق، وانا غالبا انا كنت هبقى معاهم. كان في شغل بيتم بالغلط واحنا مش فاهمين ده غلط، وده خسر الشركه كتير. قلت له طب كويس قوي، يعني خير؟ قال لي خير طبعا. قلت له طب وايه تاني؟ قال لي وبعد كده في واحده عرفتها في كليريكيه. قلت له جميل. قال لي دي شكلها حد حلو قوي، وحد انا مستريح له. قلت له طب دي بركه حبيبي. قال لي واضح ان ابونا مينا ده جدع. قلت له نعم. قال لي واضح ان ابونا مينا ده جدع. قلت له جاي تقول دلوقتي ابونا مينا جدع؟ وبعد كده يعني غالبا خطبها او طبها، او يعني المهم يعني في علاقه تمت، وهو فرحان بيها جدا. واحد كان كل وقته لنفسه. ربنا لما بيقول لنا على الوقت بتاعنا بيقول هاتوا العشور وجربوني. العشور ديت لازم يكون فيها وقت، العشور لازم يبقى فيها وقت. واحد طول النهار مشغول، طول النهار مسؤولية، يجي بالليل ويصلي؟
وقت ربنا لازم نحافظ عليه. او واحد يقوم الصبح بدري ويصلي، او واحد يجي الظهر في وقت معين ويصلي. لازم يبقى لينا وقت مقدس مع ربنا نراعيه تماما. ده ما حدش يجي ناحيته، ده بتاع ربنا. كان في وقت كنت بحضر كل تلات تسبحة في كنيسة الزهور يوم التلات، وكنت أواظب عليها بشدة. كان مع واحد اسمه أستاذ إيميل لسه موجود في الكنيسة، ربنا يديه الصحة، وكان فارق أوي أوي نحضر كل تلات دي، لدرجة حتى السوكسولوجيات وحاجات اللي بتاعت يوم التلات كنت حافظها على ظهر قلب. قد إيه ربنا فتح لي أبواب كتير بسبب يوم التلات ده. أبونا مينا كان ممكن في الأول خالص يحل له المشكلة أو يطمنه، بس أبونا مينا لفت نظره، قال له اسمع، أنت يا حبيبي ليك حاجة أنت بتضيعها، والحاجة دي خدمة ربنا فيها. يعني هو كان بيضيع وقت ربنا وخدمة ربنا عشان يحافظ على وقته. هو في الحقيقة هو كان بيهلك وقته. يعني قعد سنين كتير ما كانش مرتبط خالص، ودي كانت أزمة عنده وأزمة في البيت. لما ادى ربنا وقته وقت بسخاء لحد ما قال لي أنا اتعودت، لحد ما بقى يتعود. ربنا بيقول من يقبل إلي لا أخرج خارجا. طب يا رب أنت دخلتني وبعدين؟ قال لي أدم دخلت بيتي يبقى ليك اللي في البيت كله، ليك الخير اللي في البيت كله، ليك محبة وليك ناس وليك مكانة وليك قيمة وليك بركة. الشخص ده حسب مرة من المرات يقول لي إيه، لو في خدمة نقوم بيها أنا وفلانة، هو البنت اللي أعرفها ديت، نحب نعملها. فكلفته يعمل حاجة اتعملت في التو وفي اللحظة. أنا استغربته، مش ده الشخصية اللي يعمل كده خالص. وهو لما خد على كده حب كده الوقت بتاع ربنا يكون محبوب جوه قلوبنا. كم مرة في خادم يحضر القداس يبقى قاعد مش قادر، عمال يفرك طول النهار واقف ولا همه، يجي في وقت القداس مش قادر يقف، مش قادر يقف. جه في مرة من المرات أبونا كلفه بالقداس، وهو يعني كلفه بس يعني هو يمسك القداس بره يبقى زي المعلم يعني، وهو اساسا مش حافظ وفي نفس الوقت يعني مش قادر يقف. لما مسك بقى القلاجي وقعد يتابع مع ابونا يرد مع ابونا، نسي موضوع ان هو بيتعب من الوقفه، نسي موضوع ان الوقت طويل، واهتم قوي وصلى من قلب قوي. ايه اللي حصل؟ صلى وركز، اصبح وقت ربنا محبوب. ومن ساعتها الخادم ده يحب يحضر القداس وعينه في الخلاجي. والغريب في القصه انه خلى ان كل شويه يجي القداس بدأ يحس او بدأ ربنا يخليه هو الشماس الاساسي الموجود، هو الشماس اللي بيقول وقت ربنا. وقت ربنا ما تتوقعش ان الشيطان يقول لك اهلا بيك، دي ما تتوقعهاش خالص. ما تتوقعش ان هو يقول لك ايه انا هبقى واقف جنبك. لازم يطلع لك 1500 حاجه علشان الوقت ده يضيع منك، لازم يطلع لك 1500 حاجه لازم. لما جم قالوا لي ابونا مينا بيحب الشمع والشمع يبقى شكله كذا، والناس اللي بلغتني رساله ابونا مينا قالوا لي ابونا مينا بيقول لك ابدا 4 بالظبط. وانا اشكر ربنا من ساعه الرساله ما جات لي وانا 4 بالظبط ببدا. بس كون ان انا بسعى ان احافظ على الوقت دي بتديني انا بركه، وبتدي العمل بتاعي بركه، وبتدي نعمه لكل المشتركين معانا لمجرد ان واحد بس بيحافظ على وقته. وقت ربنا ده عباره عن ايه؟ طيب وقت ربنا ممكن يكون وقت صلاة، ممكن يكون وقت خدمة، ممكن يكون وقت افتقاد، ممكن يكون وقت قراءة في الإنجيل. طبعا هو لازم يبقى في وقت صلاة ووقت قراءة في الإنجيل تثبت في يومنا، بس أنا بتكلم على وقت ربنا بشكل عام. ممكن يكون تسبحة، ممكن يكون قداس، ممكن يكون صلاة ترانيم، ممكن يكون حاجات كتير في حياتنا وقت مخصصينه لربنا. اليوم 24 ساعة، ربنا عايز العشر، ربنا عايز من كل واحد ساعتين و40 دقيقة، قول ساعتين ونص. عايز من كل واحد فينا ساعتين ونص في اليوم. لو سألنا نفسنا الساعتين ونص دول بنديهم لربنا في اليوم؟ لو عملنا استفتاء كده للي بيسمعنا دلوقتي، في واحد يوصل لزيرو. مرة كنت بكلم ناس مجموعة شباب على زوم، اجتماع شباب، دعوني ان انا اقول كلمة في اجتماع الشباب يعني. فسألت سؤال وقلت كل واحد يشيل يقفل الكاميرا، وعايز كل واحد يجاوبني الساعتين ونص بتوعنا بتوع ربنا، هل الساعتين ونص دول بنديهم كام في المية منهم؟ يعني هم المفروض 100% بنديهم لربنا ده حقه. لقيت كلمة صفر دي أغلب الناس، أغلب الناس. ده لو قلنا واحد بيتمشى وهو بيصلي حتى دي مش موجودة، يتمشى من غير ما يصلي. مرة كنت في خلوة وكان يافت الأنبا مكاريوس أبونا كرولوس البراموسي،
وكان بيدي ساعتين خلوه تروح بيها عند مغار بابا كولوس، اي حاجه من الحاجات دي. فانا احب انكش الاباء عامه، واحب اتصاحب على الاباء وكده. فقبل ما اطلع قلت له عايز اسالك سؤال يا ابوي. قال لي ما تضيعش وقتك ولما تيجي اسال. قلت له لا لا لا، هو سؤال وهمشي على طول. قال لي نعم. قلت له دي بتدي ساعتين. ضحك كده وقال ايه ساعتين يا عم، انا مديله كل حياتي. قلت له ايوه يا ابونا ايوه، بس ليه بتدي الشباب ساعتين؟ قال لي ساعتين عشان الانسان يعني، وقال كلمه العشر في النص، الساعتين دي بمثابه العشر، على اساس ان انت هتطلع لوحدك الون ماشي في الصحراء، معاك الكتاب المقدس، ماشي تصلي، ماشي تقرا في الكتاب المقدس، ماشي ترنم. المهم ان انت مش ماشي مع حد وبترغي. بيعتبر ان ربنا الساعتين دول هم دول ربنا. هل احنا بنعمل كده؟ احنا غالبا في وسط المشغوليات. يعني انا ساعات اقول ربنا ايه، يا رب لو انا مقصر في الساعتين والنص بتوع اليوم خدهم مني باي طريقه. انا كنت بطلب كده، يا رب لو انا مقصر في الساعتين ونص بتوع اليوم خدهم باي طريقه. مره خادم قال ربنا نفس الكلمتين وهو قاعد تليفون يجي، الحق في مشكله حاصله كذا في الخدمه، اخوة ربي محتاجين كذا، واحد عمل حادثه تلاقي الاخ ده ينزل، وطبعا يقعد بالساعتين، يقعد ساعتين ثلاثه في خدمته. ربنا بيعتبر ان وقت خدمته ده وقت مقدس، ولذلك ربنا كتير جدا يعطي العمر الطويل للناس اللي اهتمت بوقتهم مع ربنا. قدام كده يديك الخير اللي انت متحلمش بيه، يديك المجد، يديك الكرامة، يديك النعمة، يوفقك. تلاقي واحد مثلا شخص أقل من العادي لمجرد إنه بيحافظ بعلاقته مع ربنا ويدي ربنا حقه بس في العلاقة، وده عبارة عن وقت بيقضيه معاه، ربنا يعمل بالبني ادم دوت شيء كبير ويخليه يوصل لناس ويعدي. يعني ممكن واحد يبقى شخص عادي يعدي كذا بوزيشن، كان ممكن لو هو كان دكتور كان يبقى فيه بالعافية، لا يعدي ويعدي ويعدي ويعدي. كل ما تدي وقت لربنا ثق تماما ربنا هيفتح لك ابواب. ربنا هيفتح لك ابواب. ربنا يقول لك يا حبيبي انت فتحت لي باب الوقت، انا هفتح لك كل الابواب. مش باب الوقت وبس، ابواب كتيره. وكل لما الانسان يقدس الوقت ربنا يقدس في عمره هو. دي كلمه كان بابا شنودة كان بيقولها باستمرار، اللي يقدس وقت ربنا ربنا يقدس عمره كله. تلاقي واحد كده ربنا يرزقه ببركات كتيره، هو ما يستحقهاش ولا حاجه، هو بس البركات دي خدها عشان هو كان بيعمل عمل صالح. ده احنا بنتكلم في وقت، احنا ما بنتكلمش ولا في قلب ولا احنا بنتكلم في وقت. طب هو ينفع واحد وحش يدي ربنا وقت؟ اه ينفع. هو الكتاب بيقول من يقبل الي لا يخرجوا خارجا. ما حددش هو مين اللي هيقبل الي. زي ما احنا قلنا اللي بيجي ربنا يقول له البيت كله تحت امرك. ولو ربنا جالك وانت فتحت له ياكل ويشرب ويتغدى ويقضي حياته معاك. ساعات بنقول له ربنا سامحني يا بابا يسوع، اتفضل من غير ما ترود، انا مش فاضيلك. ساعات وبنعملها، ويعني بنعملها بشكل مهين. ربنا ليه ساعتين ونص في اليوم، لما ربنا يجي لك لحد عندك ويقول لك من فضلك يا حبيبي فين الساعتين ونص اللي انت هتقضيهم معايا؟ يعني مش فاضيلك. طب نخليها بكره. ولذلك التأجيل معناه اللي انت ما بتديش حق ربنا في الوقت. ابو نمينة جه للواد قال له انت ما بتديش حق ربنا في الوقت، انت دايما تخلي اولوياتك، دايما بتخلي مصلحتك عن الخدمة وعن. لما تعود انه يدي حق ربنا ربنا اداله. مشكلة كل شاب انه يتجوز ويخطب، راح اداله واحدة، ومش اي واحدة، ده واحدة في كليريكية وبنت ناس وكان شكلها حلو وي ما كانش يحلم بيها، لمجرد بس اللي انت حافظت على وقت يحصل كده. انا بسبب يوم الثلاث اللي كنت بواظبه في تسبيحة يوم الثلاث في كنيسة عدد الظهور، ربنا اداني بركات ونعم وخير انا ما كنتش متخيله. كلمة يرفع البائس من البزبلة ويجلسوا مع رؤساء شعبه، بالظبط في الوقت اللي احنا بنقعد فيه مع ربنا، سواء بالجهد او بالفكر او بالصلاة او احنا لازم ندي يبقى فيه وقت وصلاة ولازم، بس انا بتكلم على الوقت بصفة عامة مع ربنا. انت في الوقت ده قاعد مع ربنا، بتعمل عمل صالح لربنا، بتمجد اسم ربنا. احنا دلوقتي قاعدين بنتكلم عن ربنا، قعدنا ساعة، قعدنا اي وقت، برضو احنا كمان بندي الوقت ده لربنا. يعني ممكن وقت ربنا ده عبارة عن اجتماع، ممكن وقت ربنا ده عبارة عن فيديو بتسمعه في وعظة او ترانيم. اسعوا تدوا ده مع ربنا. طب وبعد ما نقعد في القعدة نفسها دي بيحصل ايه؟ ربنا في الوقت اللي انت قاعد فيه
بتاخد من استنارته، بتاخد من حكمته، بناخد من بركته، بناخد من هيبته. مرة كان في أب راهب بيحضر التسبيحة، راجل كبير في السن، وأنا كنت لأول مرة كنت أشوفه. أول ما دخل التسبيحة الراهب دخل، بعد التسبيحة هو خارج، أنا ما حسيتش إن دوت راجل عجوز، حسيت بحد ذو مكانة وسلطان وهيبة. زي ما قلت لكم بحب أنكش الآباء باستمرار وأنا جريء يعني معاهم. أبونا أسألك سؤال؟ قال لي نعم. قلت له وشك منور ليه؟ بص لي وضحك، قال لي منور قوي يعني؟ قلت له هيبة. قال لي واخدها من فوق يا حبيبي، ولف ومشي. واخدها من فوق يا حبيبي، الهيبة دي أنا واخدها من فوق مش بتاعتي. خدتها امتى يا ابونا؟ خدتها من التسبيحة. رهبان قاعدين الصبح ساعتين ونص ثلاثة تسبيحة، يمكن من 3 ساعات ونص 4 كمان، التسبيحة وقداس. ده غير قانونهم اللي هم بياخدوه. دول الناس وهبوا حياتهم كلها بالكامل لربنا، مستخسرين فيهم ان ربنا يشتغل معاهم، ان ربنا يديهم من هيبته، ان ربنا يديهم من حكمته، ان ربنا يعمل عليهم معجزات، ان ربنا يديهم علمه. ليه الانسان يقول عليه فلان ده بركه وكويس؟ ده وهب نفسه للخدمه. ده اله النجاح يعطيك النجاح لما انت تبقى معاه. حد كان عنده خدمه لابونا مينا، وكان عنده امتحان، والخدمه دي انا مكلفه بيها. هو قال لي الخدمه ممكن تقعد ساعتين، قلت له عندك وقت الساعتين؟ قال لي عندي ال4 ساعات كمان. الخدمه دي قعدت 6 7 ساعات، وقال لي انا متاخر، تو خلاص ما تكملش الخدمه وشوف مذاكرتك عشان امتحانك بكره. الواد صمم ان هو يقعد في الخدمه، او يعني صمم، راح. هو بيحكي لي بقى وجع قلبي، قال لي دخلت مش مركز، مش نايم كويس، مش مذاكر كويس، ولسه ماليش غير كده. فانا بقول في عقل بالي ايه يا ابو نمينه، هتسيبه؟ قال لي لقيت حد بيغششني، حد بيقول لي معلومات في دماغي. فضحكت. اه طبعا انت عارف هو مين. ربنا ما يباتش مديون. ادي وقت ربنا لربنا، اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يعني بعضنا لو ليه حد بيحبه يقعد معاه ساعات ومش عايز يقفل. ايه ده؟ طب فين وقت ربنا في الساعات؟ فين وقت ربنا في الساعات؟ واحد مطحون شغل، فين وقت ربنا في الشغل؟ ده بيقول هات له عشور وجربوني. العشر، اوعى تفتكر العشر ده فلوسه بس، اوعى اوعى. ده العشر في الفلوس والوقت والقلب والمشاعر والجهد وكل حاجة. ربنا عايز ياخد منك العشر، منك كلك على بعضك. امال ليه ربنا في الأديرة بيدوا كلهم على بعضهم لربنا؟ واحد الآباء يقول لي ايه، انا مدي ربنا واحد كامل، يعني انا مدي نفسي لربنا بالكامل، مش واخد لنفسي 1/10. كل ده انا ربنا هو اللي يملكني. لو حسينا ان ربنا يملك فينا هيبقى واجب عليك اللي انت تديله الوقت. لو حسينا ان ربنا يملك علينا هتلاقي من نفسك تلقائي انت بتديله حقه. تخيل كده انت شايف ربنا، وتيجي في اخر اليوم يقول لك ها فين حقي؟ تقول له يا رب ده انت حقك وعليهم بوسه. دي فين نعملها دي؟ قدسوا اوقاتكم بوقت ربنا، قدسوا عمركم بوقت ربنا، قدسوا كل حاجة ليكم بوقت ربنا. ده ربنا من أجل اللي أنت بس اهتميت يفتح لكم باب الكنيسة، يفتح لكم خدمة جديدة. واحد مشغول في الخدمة تلاقي ميس خدمة تاني، طب يا عم جيبها منين؟ ربنا بيديك بركة فوق البركة. شايفك أمين في القليل فيديك الكتير. ولو أنت كنت أمين في القليل في الوقت بتاع ربنا، يعني واحد بالعافية بيدي ساعة ونص ربنا في اليوم، ربنا يعتبر دوت اللي انت جزء امين وظبط عليه. ورغم ان هو قليل ربنا يقول لك ده قليل، ده مش حق كله، بس برضه يديك كتير. امال انت وديت لربنا حقه بالكامل وزياده، ربنا هيعمل معاك ايه؟ امال ليه الاباء المتوحدين بركه للعالم؟ مش بركه لنفسهم ولا بركه لديرهم ولا بركه لاولادهم، للعالم. بقى انت عايز تكرم ربنا، ربنا ما يكرمكش؟ اكرم الذين يكرمونني. قولا واحدا، نركز ان من النهارده نركز قوي في موضوع الوقت، نركز قوي في موضوع الوقت. على الاقل ندي ربنا نص حقه، ندي ربنا ساعة في اليوم. ولو واظبت على الساعة هتلاقي نفسك حبيت الوقت، وحبيت القعدة معاه، وحبيت الحكاية معاه،
وحبيت تكلمه وحبيت تخدمه، وخدمة تبقى خدمة من القلب، جربوا. جربوا كده، كل واحد مشغول في همومه وفي حياته ومع الناس ايه. طب وقت ربنا ده خلاص ضربنا عليه ولا ايه؟ لما الاخ دوت سمع كلام ابونا مينا عبود، ربنا رزقه بزوجة كانش يحلم بيها. كان هيفضل طول عمره حاطط حياته في الاول اللي ملهاش معنى على فكرة. يعني هو قال بعد كده ان كنت بقضي اوقات لنفسي ملهاش معنى، ملهاش معنى. ربنا يسوع المسيح يباركنا ويدينا نعمة كده إن احنا نحافظ على وقتنا معاه. الأيام شريرة وقصيرة، فنعرف ناخد بعض الوقت منها ينفعنا في السماء. هو يعني لو أنا بس مم. أقول حاجة عن حتة الوقت اللي أنت بتقولها والعشور، فهي الملاك ميخائيل هو بتاع قوي حتة يعني لو يوم عيد الملاك ميخائيل دوت أو ليلة عيده دوت، اللي يعمل ده، اللي يدي وقت بالذات للفقراء والمساكين والغلابة اللي محتاجين، دي كبيرة قوي عند الملاك ميخائيل، لأن هو بتاع الكلام ده. يعني هو بتاع الفقراء والمساكين. وفي التمجيد لسه اللي كنا بنقوله، هو شفيع الفقراء والمساكين، ودي متقالة في التمجيد. لو حد عمل ده النهارده، يعني لو حد النهارده او بكره عمل ده باسم الملاك ميخائيل، الملاك ميخائيل اي عمل خير يتعمل في يوم عيده حقيقي اللي يعمله من غير بياخد اضعاف يعني. شكرا يا بنت يسوع، واحنا متشكرين ليك عشان انت دايما بتيجي معانا تشاركي ديت، ده متشكرين خالص ليك يعني. ربنا يعوض تعب محبتك. شكرا. أنا مبسوطة أوي إن قدرت المرة دي أخش تاني على الاجتماع، دي تاني مرة. المرة اللي فاتت مش عارفة ليه ما جاليش الإشعار إنه في اجتماع. أحب أقول لكم بس صلوا لي عشان بمر بظروف صعبة جدا مع بنتي، إحنا في غربة، وأنا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، ودلوقتي لسه عارفة إن عيد الملاك ميخائيل بكرة، بس مش عارفة إيه الخير اللي ممكن أعمله، مش عارفة. أنا في حتة هنا مفيش ناس حوالينا، مفيش حد، يعني مش عارفة أقول إيه، حتى مش عارفة أعمل إيه، بس طيب نفسي أعمل حاجة. طيب أنا نتكلم مع بعض تاني. ممكن اقول آه، حاجه؟ اتفضلي. لو حضرتك جنب الكنيسه وتقدري تعملي فطير الملاك وتوزعيه بكره في القداس بتاع عيد الملاك، دي لوحدها عمل كبير جدا مع عند الملاك ميخائيل. هو ليه طريقة معينة بتعمل بيها؟ أقدر أجيب الطريقة من حتة؟ في صفحة إلهنا القوي هتلاقي فيه فيديو محطوط فيه طريقة عمل فطير الملاك. شكرا، كتر خيرك، متشكرة. عفوا حبيبي. لا، احب اشكر ربنا ان هو بينبهني، لان انا كنت بعمل الحاجه دي وبدي فعلا عشور الوقت، بس في الصيام بس للاسف بيبقى عندي حماس وقوه، وفي فتره الفطار ببقى فعلا بسقط فعلا. انا بشكر ربنا ان بينبهني الحته دي، لان فعلا الايام شريره اللي جايه، فلازم ننتبه على الموضوع ده. فهو بعت لي النهارده رساله، تمام ونشكر ربنا. تمام. ربنا معاك يا حبيبتي. امين يا رب. أحب أشكركن كتير، يعني فعلا كلماتك لحالها صلاة أستاذ هاني، يعني الكلمات اللي أنت تقولها لحالها صلاة، والحمد لله عم نتنبه على كتير شغلات. نشكر ربنا. ربنا معاك يا حبيبتي، ربنا معاك ويسندك وينفعنا بصلواتك. بدي أحكي يعني نفس فكرة اللي حكتها الأخت قبل شوي، إنه حست إنه يعني الميتينج فيه رسالة إلها، وأنا برضو نفس الإشي. يعني قبل ما أدخل الميتينج حكيت إنه يعني بترجاك يا أبونا مينا إنه ابعت لي رسالة، وأنا خلص يعني راح إني أنفذها وأعملها. وفعلا يعني كل حرف أنت حضرتك حكيته كان يعني بينطبق علي بالضبط. وكمان بدي أحكي شغلة بخصوص أبونا مينا عبود. امم يعني بحس إنه في ميزة كتير رهيبة. يعني أنا أول ما أسمع اسمه أو أي فيديو عنه، يعني أول إشي بحس يعني سلام رهيب رهيب رهيب. تاني حبيبتي، إشي ابونا مينا عبود لما مم، يبقى صاحبك يخطف قلبك، بالضبط يخطف قلبك. بالضبط. يعني تاني شغلة برضو إنه بحس دائما إنه يعني لما تيجي سيرته
مثلا بدي يعني في خطية معينة أو شيء، بحس إنه لا، إنه في إشي كبير بمنعني يعني أو بخليني كتير أندم يعني، مم. وأحس مم. إنه ندم مش انت طبيعي ما انت ما ينفعش تعملي كده علشان خاطر ابونا مين. بالظبط. مم. ربنا معاك يا حبيبتي. تمجيد يوم السبت اللي تعمله أنت حضرتك على مم. القناة، يعني أنا أتمنى أكون موجودة، لأنه يعني أنا انت بحاجته. انت هذا انت اليوم أنا انت بحاجته. انت في مصر؟ لا، طيب احضري معانا اونلاين. أنا أحضره على القناة، طيب ايه المشكلة؟ بس أنا بدي تذكرني إلي. اه حاضر حاضر حاضر. يعني فعلا يعني أكيد هو يعرف إنه طيب أنا بحاجته كتير هالوقت هالفترة. طيب تمام تمام تمام. خفيش، ثقي ان زي ما انت مركزة هو مركز، ثقي من يا دي رب. كويس قوي. أهلا بيك يا أستاذ هاني. قولي لي، نعم. جاهزة للمدرسة؟ اه. اسد. اه. هنطلع من الاوائل. إن شاء الله. ده لازم. مم. تحب تقولي لنا حاجة في اللي احنا اتكلمنا فيه؟ أنا عايزة أقول إن أنا أقضي وقتي كله لربنا وأصلي كل يوم. حلو قوي. نقضي وقت ربنا ونصلي كل يوم، مش يوم ويوم يعني، لأ، كل يوم. اه. طب انت اكيد هتصلي قبل ما تنزلي المدرسة، وهتصلي قبل ما تنامي. أيوة، قبل ما بفطر بصلي وأصبح على بابا يسوع. حلو خالص، حلو جدا. برافو عليك يا مير، برافو عليك. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويدينا معونة ان احنا نحافظ على ايامنا، ونحافظ على وقتنا، ونحافظ على العلاقة اللي بيننا وبينه، علشان احنا نضمن وقتنا في السماء، نضمن مكاننا في السماء. كل سنة وانتم طيبين. اللي عايز يكلمني على الخاص يقول صلواتكم لينا، وأبونا مين عبود معاكم وفي ظهركم. ويمكن مجموعتنا دي شوية ثابتة، فأبونا مين مركز مع المجموعة دي بالذات يعني. كل سنة وانتم طيبين، واذكرونا في صلواتكم.